السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده ان شاء الله وفي التوتوريال ده انا هشرح نوع من التاسكات اللي هو يعتبر ديلي برودكشن، من ضمن الديلي برودكشن تاسكس. يعني ممكن تيجي كل يوم مثلا او بشكل يومي او كتيرة من كتر ما هي يعني ايه بتحصل كتيرة. وهي ان انا ازاي لو انا عندي فوتج جايالي، فوتج متصورة رو فوتج يعني، وجايه من البرودكشن، ومطلوب ان انت مثلا تعمل ايه، تشيل حاجه، تضيف حاجه، تزود، تعمل سيت اكستنشن. تمام، السيت اكستنشن زي ما احنا متعودين في المات بينتينج مثلا. وبالتالي تعمل بروجيكشن عشان انت هتضيف داتا جديده، فبالتالي انت محتاج انك تبروجكتد فاينلي في الكومب علشان تظهر الاليمنت اللي اتضاف ده. يعني بمعنى اخر، ممكن ايه من الاخر تجيب ازاي انك تجيب سي جي اليمنت وتعمله انتجريشن في الفوتج الاصليه. تمام. حد ممكن يقول طب ايه المشكله في كده معايا؟ يعني احنا كل ما بنتكلم في الموضوع ده كتير. لا، بس احنا هناخد الموضوع من اوله لاخره في مثال بسيط علشان نوضح بيها الفكره. يعني انا مش هشرح لك ازاي تخرج لوك عامل كذا 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 قوي، على قد ما انا هوضح لك الفكره بشكل عملي تشوف بعينك ازاي البروسيس دي بتتم. تمام. مثلا لو انا عندي فوتج زي كده، اجيبها لكم، عايزين نضيف له حاجه زي كده. تمام. طبعا اللوك، انا زي ما بقول انا مش بشرح لوك. يعني هو في يعني ممكن نضيف حاجات احسن من كده. ممكن على فكره بالمناسبه ده 3 دي موديل بالتكتشر بريندر يعني مش مات بينتنج. تمام. ده حاجه سريعه. يعني انا هنا مش بشرح ازاي ان احنا نعمل حاجه زي كده، يعني ازاي اعمل لوك شكله دراماتيك، مش لا، انا مش بشرح لوك، انا جبت مثال بسيط علشان نوضح بيه الفكره بس مش اكتر. تمام. ولو انه تمام شغال يعني. تمام، بحيث انها تكون بروجكتد بشكل مظبوط من اول التراكنج ولحد الفاينل كومب. مش هشرح بالتفصيل كل حاجه. يعني الهدف من الفيديو هنا مش ان انت تتعلم تراكنج او مش ان انت تتعلم كومبوزيتنج او انت، لا، الهدف هنا ان انا بديلك اوفر فيو على على البروسيس كده من فوق، تبقى شايف، تبقى فاهم ايه اللي بيحصل، مستني ايه داتا المفروض تجيلك او ايه اللي ليك وايه اللي عليك. والفيديو ده موجه للمات بينترز والانفايرمنت ارتست. لو انت متخيل او متوقع ان انت هتتعلم تراكنج هنا او كاميرا تراكنج هنا او كومبوزيتنج هنا، فمش ممكن تاخد فكره لو انت لسه في البدايه خالص. ولكن على هنا مش بدرس تراكنج او مش بعلمك ازاي تعمل تراكنج. حتى انا مختاره مثال بسيط جدا عشان ما يتعبنيش في التراكنج جوه نيوك. هعمله بالنيوك، التراكر بتاع نيوك عادي، مش هعمل حاجه فظيعه. فبس لمجرد التوضيح. يعني التوتوريال ده انا عاملاه از بونص للطلبه المات بينتنج في الكورس عندي، وللطلبه الماستر سي جي انفايرمنت برضه. فالفيديو ده بونص ليهم، وبرضه ان شاء الله يكون بونص للجميع. يعني انا هسيبه فري على اليوتيوب بحيث اي حد يستفيد منه سواء في الكورس او بره الكورس، مش فارقه. فبس انك تاخد فكره. تمام. وطبعا الفيديو ده بناء، تسجيله بناء على طلب من 2 أو 3 تحديدا من الطلبه اللي انا بعزهم جدا، والطلبه المجتهدين جدا طلبوا حاجه زي كده، فطبعا لازم نعمل حاجه زي كده. ويا رب يستفيدوا فعلا. السيناريو اللي بيجي هو ان احنا بيكون عندنا فوتج، قلنا زي دي. يعني دي الفوتج الاصليه على فكره. تمام. خليني اجيب لكم الفيديو حتى الاصلي. والمحاضره دي قد تكون طويله، ما اعتقدش ان انا ممكن اقسمها بصراحه. يعني يعني اللي عايز المعلومه فعلا هيستحمل شويه بقى معانا. بس هنحاول ان احنا ايه نختصر بشكل مفيد ومن غير ما نكروت حاجه يعني. دي الفوتج. فاللي بيحصل ان احنا بيجي لنا فوتج زي كده. طبعا الناس في المات بينتنج وفي ال 3 دي انفايرمنت، احنا كده كده واخدين ازاي ان احنا نعمل بروجيكشن، ازاي ان احنا كده كده المات بينتنج انت طالع متأسس زائد ان انت مستواك بروفيشنال كفايه انك تطلع رياليستيك لوك. وده طبعا ما شاء الله باين من نتائج الطلبه، حاجه مشرفه جدا يعني، وشكرا جدا ليكم. فاحنا طبعا عندنا احنا هنا شارحين كويس جدا ازاي تعمل مات بينتنج بشكل رياليستيك جدا، ازاي انك تعمل فيما بعد في ال 3 دي بقى، ازاي لما بندخل نيوك نبتدي ان احنا نعمل بروجيكشن، وازاي ان احنا بنسبلت اللايرز بتاعتنا ونعمل بروجيكشن، وازاي نختار الكاميرا بروجيكشن بتاعتنا، وازاي نختار الفريم الصح اللي احنا نبتدي منه نعمل بينت، عمليه المات بينتنج والبينتنج بروسيس يعني على الفريم ده، بحيث ان هو ده انسب فريم نبتدي ان احنا منه ايه
نستخدم المات بينتنج تكتشر اللي اتعمل ده ونبروجكته، عارفين كل ده. يعني هو نفس الابروتش ونفس كل حاجه، ولكن الفرق في حاجه بس بسيطه خالص، ان احنا في ال 3 دي ان انا عندي شوت 3 دي وعندي بقى هو هكمل الباقي ده كله مات بينتنج. فالجبل ده انا عايزه اعمل له بروجيكشن، بمعنى ان انا عايزه اضيف شويه ديتيلز عليه. خد يا مات بينتر، خد الفريم ده ارسم لنا الحته دي الله يكرمك، عارف ايه زود الجراس هنا، زود الشجر هنا، اعمل كذا كذا مات بينتنج. وكده كده ايه، مفيش بارالكس او الكاميرا مش هتكشف، يعني عندنا ما يسع من ان احنا نعمل ده بروجيكشن، يعني ما عندناش مشكله في الكفرج او التغطيه او كذا. كويس. طبعا انا مش محتاجه اقعد اوضح او اترجم كل كلمه بقى زي ما قلنا، لان الفيديو فبيجنر هنا معناها ان حد عنده فكره عن الكلام اصلا، مش ابيض تماما. ومع ذلك لو انت ابيض تماما فبرضه كمل الفيديو للاخر، علشان اكيد ان شاء الله هتفهم حاجه، او ده هيبين لك على الاقل حتى انت مهتم او المجال ده هيعجبك فعلا ولا لا. فده اللي بيحصل. كويس. فاوكي بنبتدي نعمل بقى ال 2.5 دي بروجيكشن سيت اب بتاعنا في نيوك، وتك تك وعارفين نعمل الكلام ده كله. كل ده مشروح في سياق الكورس الحمد لله. ولكن الشيء بقى اللي احنا ايه عايزين نجيله، تبقى فاهم هو بيمشي ازاي، لان لو انت مش فاهم بيمشي ازاي فده ما ينفعش. لازم تكون فاهم هو بيمشي ازاي، حتى لو انت خطوه التراكنج دي مش بتاعتك او مش مطلوبه منك انت كمات بينتر او ك 3 دي انفايرمنت ارتست، يعني انت كده كده بتستلم الكلام ده على الجاهز، فمش مشكله. خلينا نجيب مثال ونوضح حتى ازاي نعمل التراكنج بشكل سريع. زي ما قلنا مش هنتعمق في حته التراكنج، ولكن احنا بس بنغطيها من باب ان انت ايه تبقى عارفها، حتى لو انت فريلانسر شغال لوحدك مش وهكذا. فاللي بيحصل ايه، ان احنا بيجي لنا الفوتج بالشكل ده، يطلب مثلا ايه تضيف حاجه او تمسح حاجه او تشيل حاجه. طب ايه الصعوبه او ايه الفرق ما بين ده وما بين ال 3 دي؟ لما يكون عندي المشهد نفسه كله 3 دي ريندر كويس، وده ريل فوتج كويس، ريل فوتج تمام. ايه الفرق؟ الفرق ان انت في ال 3 دي، ال 3 دي element، ال 3 دي موديلز يعني بتاعتك متوفره جاهزه. انت اوريدي عامل الشغل ده 3 دي ومرندره، مش كده؟ تمام. فانت ال 3 دي موديلز بتاعتك عندك جاهزه. الكاميرا، كاميرتنا والسين عندنا كله مش مشكله، عندنا الكاميرا اللي هي 3 دي كاميرا يعني، تمام، موجوده. حلو. بس كويس. اما المعلومتين دول لا، مش بيكونوا موجودين في الريل فوتج. انت هنا لا عندك دي ولا عندك دي، اللي هم ال 3 دي موديل والكاميرا. لا تعرف الكاميرا ولا تعرف ولا عندك 3 دي موديلز لسه. مثلا لو هتعمل مات بينتنج فانت عادي، انت هنا تقدر تعمل برضو، انت هنا مش محتاج حاجه عشان تعمل المات بينت. كده كده المات بينتنج، عمليه بروسيس المات بينتنج اللي هي على فوتوشوب. ويعني راجعوا حته برضو ايه، فاكرين سلسله الانترودكشن الخاصه بالمات بينتنج اللي كنت عاملاها؟ راجعوها، ارجعوا لها، دي في بدايه ليفل 1 في المات بينتنج، ودي اصلا موجوده من ضمن الفري سيريس هنا عندي على الشانل هنا على اليوتيوب. فسيب لكم اللينك بتاعها برضو، ايه ارجعوا لها، مهمه جدا، مشروح فيها بالتفصيل وما هو اكثر من بالتفصيل بروسيس الورك فلوز بتاعت المات بينتنج، اللي هي من والى اللي بيحصل في سيناريوهات معينه، امتى استخدم بروجيكشن، طب لما بستخدم بروجيكشن بستخدمه ليه، فكل الكلام ده كله تمام. احنا بنشرح في مستوى ما بعد ايه الانترودكشن دي، فانا مش هرجع تاني افسر كل الكلام ده طبعا. فده الفرق الوحيد ما بين ال 3 دي ريندر والريل فوتج. فاحنا واخدين السيناريو ده عاملين كذا كذا. طب انا لو عايزه اعمل مات بينتنج عندي ال 3 دي، احنا قلنا البروجيكشن عشان يتعمل محتاج يعني ايه 5 حاجات تقريبا على افتكر. البروجيكشن مطلوب منك بس في 3 حاجات. مطلوب منك طبعا المات بينتنج اللي انت اصلا هتبروجكته، مطلوب منك البروجيكشن جيو نفسه اللي انت هتبروجكت عليه، مطلوب منك البروجيكشن كام والريندر كام اللي انت هتشوف منها، والايه الشيدر اللي بيكون كونكتد بال اللي هو الوسيط يعني ما بين الدي ام بي وما بين البروجيكشن جي، اللي هو اللي هو موجود هنا النوده بتاعت نيوك هنا، اللي هي الجيومتري 3 دي شيدر، انا مش فاكره اسمها اللي هي ايه، اللي هي البروجكت 3 دي، اللي هي دي الشيدر بروجكت 3 دي كويس، اللي هي النوده دي يعني. تمام. فدول ال5 حاجات اللي انت محتاجهم يعني ايه في البروجكشن سيت اب بتاعك يعني. زي ما احنا عارفين. ف
بما ان انت في ال 3 دي ريندر ده كله 3 دي، فانت عندك الكاميرا، عند كل ده محلول عادي في ال 3 دي، فبتشتغل عادي مش ازمه. لكن في الريل فوتج انت بيكون ناقصك ايه؟ قلنا الكاميرا والموديلز اللي انت محتاجهم. فاللي بيحصل في الحاله دي ان انت بيجي لك الشوت بالشكل ده، يقول لك بص احنا محتاجين ايه، محتاج تعمل كليننج للجزء ده وتضيف شويه حاجات هنا على الجبل نفسه، وايه بالمره يلا ايه اعمل اكستنشن للجبل ده، يعني زود جيومتري فوق كده، تمام، زود حاجه، اعمل زود اعمل كبر الجبل، عارف كبر اللوب، زود كبر الجبل، صغر، يعني المهم انك ايه في تدخل هيتم 3 دي في الحته دي لازم مثلا، ماشي لسبب ما، او انك هتضيف الكاسل. وبمناسبه في السيناريو اللي هنا ده ممكن تتعمل 2 دي عادي جدا يعني وتبروجكت وكده، بس الاسهل يعني اعملها 3 دي ريندر وخلاص وكومبو اسهل يعني. فبيطلب منك حاجه زي كده، فانت عندك الاتنين دول مجهولين. فاللي بيحصل ان اول حاجه دي بتروح للماتش موف ديبارتمنت، يبتدي ان هو يعمل الكاميرا تراكنج بتاعها. فاول حاجه بتحصل هنا الكاميرا تراكنج، يعني نمسح اول باول. التراكنج بيحصل، وبعديه بتاخد انت التراكنج داتا دي وبتروح بقى ايه لل 3 دي ديبارتمنت بقى والكومبوزيتورز وكل الناس، تمام. فالداتا دي بتكون فيها احداثيات الكاميرا اللي انت عايز تستخدمها المفروض، تمام، اللي احنا محتاجينها دي، تمام. فانت كده بيبقى عندك الكاميرا متوفره الحمد لله، والتراكنج داتا يعني بشكل عام متوفره يعني. تمام، احنا هنوضح الكلام ده دلوقتي عملي يعني ان شاء الله، عشان كده اول فيديو احتمال يكون طويل شويه. بتروح بقى انت تبتدي بقى بعد كده بروسيس بقى ايه المات بينتنج بقى، هتمات بينت بقى، هت موديل، يلا موديل بقى كمان الايه السي جي، السي جي النيو سي جي اليمنت اللي هتضاف، يعني كام اشتغل بقى، تمام. فاحنا بناخد الداتا دي ونبتدي ان احنا نشتغل على اساسها يعني بكل بساطه، ده اللي انت بتكون مستنيه. فطبعا بما انت يعني انت مات بينتر او 3 دي انفايرمنت، مش مطلوب انك تذاكر تراكنج يعني وتتعمق بقى فيه عشان مش مطلوبه منك، دي مش بتاعتك، تمام. انت شغلك هنا في المرحله دي، فانت بتطلب الكاميرا، تمام، وبتجيلك بتطلب التراكنج داتا يعني بشكل عام، وكل اللي مطلوب منك بس ان انت تبتدي تعمل موديلنج للبروجيكشن جيو، وتشتغل شغلك بقى وايه والمات بينتنج، وتكمل بقى شغل ال 3 دي بتاعك يعني بكل بساطه يعني، تمام. طيب من ضمن الاسئله اللي بتيجي، طيب انا دلوقتي بيطلب مني اختار فريم، اختار فريم على اساس ايه؟ طب اعمل ايه؟ طب كذا كذا، كل الكلام ده كله وضحناه اوريدي في سياق الكورس الماستر سي جي انفايرمنت، وقلنا بنختار الفريم بتاعنا ازاي، بنختار اوسع واكتر فريم يعني مش مهزوز بقدر الامكان، فريم واضح، الفريم المتوقع انك تحصل فيه على رينج من الكفرج في السين، تمام. ما تختارش مثلا، ما يبقاش احنا مثلا عايزين نعمل الجبل ده من عايزين نبينت الحته دي كلها مثلا، فانت تقوم اختار لي فريم اللي هو ايه جاي بجنب كده، لا اختار احنا عايزين الجبل نعمل كفر كده، فحاول اختار فريم في الميدل كده مثلا، يعني حاجه تكون وفي نفس الوقت ما يبقاش مهزوز، ما يبقاش الحاجات دي بقى كلها ايه مع الوقت ومع الخبره والممارسه بتفهم تعمل ايه يعني، تمام. ممكن تستشير الليد بتاعك او السوبرفايزر بتاعك، ما فيش اي مشكله، بس انت كده كده فاهم ازاي تختار الفريم بتاعك وازاي تعمل الكلام ده كله يعني. بس كويس. فاللي بيحصل ايه التراكنج. طب بما ان احنا ما عندناش حاليا يعني، ما احنا هنعمل بقى احنا التراكنج، تمام، احنا بقى اللي هنعمل التراكنج علشان ناخد المعلومات دي ونشوف الابروتش ده بيمشي ازاي في حاجه زي كده. خلونا نبتدي ايه الشرح. فخليني اجيب الفوتج بتاعتنا من هنا، تمام. ف دلوقتي اظبط الريزولوشن، تمام. فدي مثلا ايه الفوتج طبعا، وهي ايه لحد 500 فريم، فانا طبعا مش هشتغل لحد 500 فريم، ف لا يعني ايه عشان ما فهاجي بسرعة وايه اظبطه على 300 فريم كويس قوي يعني، او 250 حتى كفايه. بس احنا بنوضح مثال يا جماعه، تمام، يعني احنا في المحاضره دي او في الفيديو ده انا بوضح مثال ازاي تعمل حاجه زي اللي انا وريتها لك في الاول، هي ضفنا الكاسل اللي فوق ده بيتم ازاي، مش بقول لك ازاي تعمل لوك زي ده، لا هو ده انا هشرح لك لوك
هيتاخد في حتة تانية خالص يعني. تمام. بس ده بس مجرد للتوضيح او لتوضيح الفكرة بشكل عملي بس سريعا، مش اكتر. مش عايزة اطلع لوك معين ولا كذا، بس بعمل لك اختلافات عشان اوريك دي لما بتبروجكت ازاي تبروجكت الحاجة صح، بشكل يفت في مكانها، بشكل مظبوط، شكل كويس، تطلع لوك نظيف زي ما احنا شفنا كده في اول الفيديو، المثال اللي انا وضحته، مش اكتر يعني. تمام. فحاجة بس سريعة كده. طيب، فأعتقد 250 فريم حلو جدا. شايفين؟ فخلينا نعمل بلاي كده، نلاقي حركة بالشكل ده. زي ما قلت طبعا نختار فوتج ما يغلبناش في التراكنج. تمام. حاجة تبقى سريعة يعني. زي ما قلنا خطوة التراكنج عادة انت بتاخدها، ولو انت شغال فريلانسر فهاير حد يعني عشان تنجز نفسك، عشان لو انت مش محبين الخطوة دي يعني. لا. لو هو شوت طبعا معقد يعني، لا احنا هنتكلم بقى مثلا في حاجات تانية بقى بتتحرك في مش عارف ايه كذا يعني. فاول حاجة هاجي اعملها ان انا هاجي انزل الكاميرا تراكر هنا في نيوك. فانا لما اجي انزل عندي الكاميرا تراكر، خلونا نشوف ازاي نعمل تراكنج للفوتج دي. بنلاقي الاعدادات السيتنجز هنا في البروبرتيز هنا في نيوك. فانا هسيب الحاجات دي زي ما هي. زي ما قلت انا مش بشرح تراكنج، مش بشرح كل حاجه بتعمل ايه، ولكن هنا مثلا في السيتنج بتاعت الكاميرا، الثلاثه دول مهمين جدا جدا في التراكنج: الكاميرا موشن، اللينس ديستورشن، والفوكال لينث. لو انت عارف الفوكال لينث فبتدخل له الداتا. الكاميرا هل هي فري كام ولا روتيشن اونلي، لو هي كاميرا عماله تروح وتيجي بس كده، او بتلف او بتروتيت مثلا بس اللينير يعني. في حاجات تانية. فاحنا في السيناريو ده تمام انا هسيب كل حاجه زي ما هي، فري كاميرا عاديه جدا، نو لينس ديستورشن، مفيش لينس ديستورشن هنا. الانون والفوكال لينث انون، بس انون كونستانت. تمام. سيبها زي ما هي. السيتنجز هنا نمبر اوف فيتشرز برضو هسيبه 150 كويس قوي، اللي هي العدد الماركرز بتاعتك في الفوتج اللي بيحطها لك. ف 150 اعتقد هيكون كافي. السيبريشن ما بين الماركرز دي حاجات خاصه بالايه، السيبريشن ما بين يعني الحاجات اللي هي خاصه بالفيتشرز والماركرز اللي ايه اللي بتطلع من التراكنج. المينيمم لينث في التراكنج اللي هو يعني مثلا الفريم يتحسب كويس لو هو فضل ثابت في مكانه كام فريم مثلا، فاهم؟ معموله 3. هسيب الحاجات دي زي ما هي كلها. انا هعمل بس هعمل بريفيو فيتشر مثلا عشان بس اشوف الماركرز بتاعتي، وبعد التراكنج ابقى عارفه اشوف الداتا بتاعتها. وبس ما اعتقدش هعمل حاجه تاني بصراحه. تمام. وان شاء الله خير، ونقول له تراك. هيبتدي ان هو ياخد شويه وقت. ماشي. بما ان الفوتج ده سريع ومباشر جدا يعني، هو المفروض هو تراك ده اصلا. يعني هو قادر يسلكت يعني، عارف الحاجه متعلمه كونتراست واضح ما بين الاوبجكت اللي قدامنا ده وما بين السما اللي وراه. فالدنيا واضحه قوي يعني الحمد لله. فشوت سريع يعني خفيف للتوضيح بس مش اكتر يعني. فعادة هو بيطول عادة على فكرة. ممكن يقعد مثلا يعني ممكن يعدي 10 دقايق. فاهم يعني؟ ممكن يعدي الحاجات دي. طبعا في الاول هيقعد يقول لك not responding وهتحس ان هو هيكراش، بس ده طبيعي. سيبه بس يكمل. تمام. آه... تمام. خلص تراكنج اهو. وقفت الفيديو يعني. خلص تراكنج. بعد كده تيجي تقول له solve. تمام. تعمل solve طبعا. فعمل solve وقال لك نسبة الايرور عندي 1.2. يعني يفضل طبعا نسبة الايرور دي تكون اقل من 1، يعني تبقى اقل من 1. تمام. فاحنا علشان نظبط الدنيا مثلا شوية، هاجي هنا هاجي في الاوتو تراكس هنا، واقول له delete unsolved، يشيل الريد ماركس دي والريجكتد ماركس. تمام. ممكن اخلي دي، خلينا نخليها 6، اللي هو يعني يفضل ماسك مثلا او 5، يفضل ماسك في الفريمات. يعني يحسب ان دي نقطة كويسة في التراكنج مثلا، انها تفضل مستمرة لكام فريم. تمام. فهنا مثلا التراك لينث عدت 500، فما شاء الله يعني هي كده ثابتة في مكانها جدا. عدت 250 حلو. فاحنا اصلا واقفين يعني. فتمام يعني الحمد لله شغالة. تمام.
بس طبعا بتسعى دايما لايه تاخد انضف حاجه يعني قدر الامكان. طبعا الحاجات اللي في السما هنا مش مطلوبه، فانا اصلا هدلتها، مش عايزه الماركس دي. شيفت بس سلكت ان انا دايسه شيفت عشان يسلكت كل دول، وديليت. كويس. تمام. ديليت. وهكذا. مش عايزه البوينتس دي خالص في حاجه، السما اصلا مش عايزاها في حاجه. عاده كمان لو ده تاسك بجد فانت اصلا هتفصل السما، هتفصل الباك جراوند. ويا سلام لو انت عايز تحط كمان حاجات ورا او كذا، فدي روتو بقى وكده، عارف مشاكل كومبوزيتورز مالناش دعوه. فكل الحاجات دي بت ايه بتظبط يعني. اوكي حاجه زي كده. بس بمسح الحاجات دي عشان الدنيا تكون نظيفه، وهتعرفوا ليه قدام يعني، تعرفوا ليه كمان شويه صغيرين انا ليه بمسح او ليه حريصه ان امسح الحاجات دي، او البوينتس بتاعتي تبقى نظيفه كده. هقول لكم ليه دلوقتي ان شاء الله. فدي كلها ايه نقط ملهاش اي لازمه في الحاله او في السيناريو اللي احنا بنشرحه. تاني ديليت. هعمل كده تاني بس ديليت ريجكتد سريعا كده، واقول له ابديت. الايرورز عندي قلت اهي من 1.2 ل 1.1. اقول له ابديت سولف. يقول لي ايه ده؟ لا انا عايزه بس لحد ما احنا واقفين 250 يعني، عشان ما تبقاش بالظبط يعني، اللي هي يلا 300. اهو قلت الحمد لله. طبعا هي نسبه الايرورز دي، كل ده انا نسيت حاجه مهمه جدا، الانبوت رينج انا مخليه يعمل تراكنج لل 500 فريم كاملين. فالنسبه دي بالنسبه يعني هي مش وحشه خالص يعني، شغاله. طبعا هاجي هنا برضو اقول له عندي نقطه حمراء هناك اهي ديليت ريجكتد، امسح الحاجات دي. آه كذا. هلاقي نسبه الايرور اهي يعني شايفين عماله بتقل بتتقلص اهي. بس في حاجه انا نسيتها بصراحه، وهي ان انا اخليه كاستم يعني. اخليه 300 فريم، ده هيكون كافي جدا. نقول له ابديت تراك. ماشي رجعت تاني، وقفت الفيديو، خدت حوالي 5 دقايق كده على ما عمل تاني التراكنج، واستعمل ابديت سولف. تمام هنلاقي نسبة قلت تاني اهي. طيب تمام يعني انا حاولت ان انا امسح الحاجات اللي ملهاش لازمة، وعملت شوية يعني، لعبت هنا شوية في الفاليوز تاني وديليت وكذا، لحد ما وصلنا لنسبة الايرور ل 0.6. فده حاجة كويسة جدا 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 يعني. هاجي هنا اقول له اكسبورت بقى، ان هو اكسبورت الداتا دي. ممكن تقول له اكسبورت كاميرا، لا انا عايزه اكسبورت السين كامل. تمام. هنشوف يعني ايه اكسبورت سين دلوقتي. طبعا قلت له سين بلس هيطلع لي نودز زياده مش محتاجاها دلوقتي، فانا هقول له اكسبورت سين دلوقتي كرييت. فبس كده. تمام. دي كده ايه التراكنج داتا بتاعتنا اللي احنا محتاجينها علشان نكمل شغل ايه في بقيه الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها هنا دي. تمام. فبقى عندي الكاميرا عندي الكاميرا تراكر بوينت كلاود اللي هي هنستبدلها بحاجة تانية دلوقتي. فلما اجي اعمل تاب كده، الاقي السين بتاعي ال 3 دي. طبعا دي التراكنج داتا بيكون شكلها عامل كده، وده زي 3 دي ريبريزنتيشن للفوتج. تمام. حتى واخده يعني الى حد ما شكل الجبل. طبعا بناء على الاحداثيات دي بنبتدي ان احنا بقى نشتغل يعني، نيجي نشوف شايفين حركه الكاميرا اهو. وبعد كده اطلع لك حركه الكاميرا اللي هي بتكون عندك جاهزه اوريدي في ال 3 دي ومعموله. فده اللي بيحصل بقى. بالتالي انت كده بقى عندك حركه كاميرا تقدر تعمل عليها ايه عمليه البروجيكشن بتاعتك. هجيب حاجه اسمها بوينت كلاود جنريتور ده. والبوينت كلاود جنريتور ده علشان يعني ايه يعمل لي ريبريزنتيشن يعني. البوينت كلاود اللي بيجي مع التراكر باي ديفولت مش كافي في معظم الحالات يعني. فبنستخدم الايه، بجيب حاجه زي البوينت كلاود جنريتور، وبيبقى طالب كاميرا وبيبقى طالب سورس. فانا هديله السورس بتاعي هنا اهو. كويس. وهديله الكاميرا بتاعتي من هنا من هنا.
حلو. وهاجي اقول له ايه add all. كويس. واقول له track points. طبعا مش كل ده، لا شكرا. 250 فريم هيكون كافي بالنسبه لي. واسيبه يعمل البروسيس بتاعته. الاقي اداني البوينت كلاودز بالشكل ده. فدي الفكره من البوينت كلاودز، ان هو بيدي لك 3D representation للسين بتاعك على هيئه بوينت كلاودز يعني. طيب ايه اللي انا هاجي اعمله؟ هاجي اعمل طبعا كل دي، طبعا هقول له ديليت طبعا البوينتس اللي بالاحمر دي، هقول له ديليت ريجكتد بوينتس، وهي هيتبقى السين بالشكل. طبعا انا مش عايزه السما بصراحه، انا هقول لكم ليه دلوقتي، هنفهم يعني ليه من غير ما اقول له، هتفهموا لوحدكم ان شاء الله. انا عايزه ديليت البوينتس اللي هي في الايه، في السما دي. فهاجي اقول له vertex selection عشان اديليت الحاجات اللي انا مش عايزاها. فدلت اللي انا مش محتاجاه، هرجع تاني كده. حلو. بالشكل ده يعني. تمام. طبعا هاجي هنا عند كده بوينت كتيرة يعني، فهاجي اقول له disable الكاميرا تراكر بوينت كلاود، وانا اكتفي بدي. تمام. تمام كويس جدا. اللي بيحصل بعد كده ان انا هاجي ضغطت كده، طبعا هلاقي ال انا هاجي ايه، هشيل ان هو يتوصل بالكاميرا، واوصله بقى ايه دايركتلي بالسين بالشكل ده. هاجي انزل بقى ايه سكان لاين ريندرر. خلينا مثلا لو حطيت، يعني انا عايز اتاكد مثلا لو حطيت مثلا كيوب او سلندر او اي حاجه بس فوق، اتاكد ان الدنيا ايه فت في مكانها يعني. فهنزل حاجه اسمها، هنزل سكان لاين. طبعا انا كده بضيف 3D اوبجكت. فال 3D اوبجكت ازاي يعني؟ انا في نيوك هنا عندي 2D ورك سبيس وعندي 3D ورك سبيس. فانا مثلا لو انا هضيف سلندر، تيجي السلندر بالشكل ده. هنا اصغرها كده كده كده. كويس. وخدها ورا شوية كده. كويس. آم، فده المقصود بقى ايه، بان انا بقى عندي احداثيات اقدر على اساسها ايه احط البروجيكشن جيو بتاعي عليها. كل ده محلول في ال 3 دي، ما فيهوش حاجه. تمام. عشان كده يعني اللي طلبوا الموضوع طلبوه عشان لو انا عندي فوتج عاديه، فانت تطمن، انت بيجي لك التراكنج داتا دي، وكل الحكايه انت بتبتدي بيبقى عندك احداثيات اصلا تحط عليها الايه، تكمل بقى البروسيس بقى بتاعتك اللي انت عارفها. عشان بس بنعيد الكلام كتير. تمام بس اهو. فانا كده مثلا حطيت، عشان اشوفها بقى ايه في ال 2 دي فيو، محتاجه طبعا سكان لاين ريندرر عشان اقدر ان انا اشوفه في ال 2 دي فيو. ريندر زي اي ريندر في اي 3 دي سوفت وير يعني، في نيو كان اسمه سكان لاين ريندرر يعني. فانا بوصله كده، والكاميرا طبعا بتاعتي بديله الكاميرا بتاعتي اهي. عايزه انظم الدنيا عشان الدنيا تكون اكثر تنظيما. السلندر طبعا هوصلها هنا بالسين. تمام. طبعا خلينا اديلها برضو تشيكر بورد عشان اصلا نشوفها يعني بالشكل ده كده. معلش السين فصل من الريندر اهو. بس كده. تمام. فخليني برضو اخفي البوينت جنريتور هنا عشان فاهو ماشي. نيجي نعمل مثلا بلاي، او خليني السلندر دي بصراحة محتاجة انها ترجع ورا شوية كده مثلا. حلو. نيجي نعمل بلاي. تمام. فانا ممكن ايه اخد السلندر دي اعملها اكسبورت برضو من ضمن التراكنج داتا، بحيث انها تكون بتمثل لي زي ايه اكسس او جايد او لوكيتو يعني.
جايد كده بس ايه، مكان ما احنا عايزين نحط الكاسل بتاعتنا او الروك بتاعتنا او البيك ال 3 دي بيك اللي احنا عايزين نعملها اكستنشن. فاهمين انتوا النظام ده؟ فهي دي الفكره يعني. فكده تقدر تعمل عندك جايد تقدر على اساسه تعمل ايه اكستنشن لل 3 دي سين عندك بقى في الايه، في مايا بقى او في ايه مكان ما انت شغال، ولا هتودي سينما بلندر براحتك. فاللي بيحصل ان انا برضو ايه هاجي هنا اضغط تاب وخليني اكتف البوينت كلاود جنريتور تاني، اسلكت جزء كويس، هنسلكته كله، هيتقل شوية بس مش مشكلة، خير ان شاء الله. وهخفي السلندر دي برضو، وهاجي هنا عند البوينت كلاود جنريتور دي، وهاجي هنا عند عايزه اطلع منها مش يعني، فهاجي اقول له create group، وهاجي اقول له make selected groups to mesh، طلع لنا مش كويس. شكرا point cloud. ممكن اخفي دي كمان، وطبعا هوصلها بس عشان تبان اهي. طلع لي مش اهو، طلع لي مش، طلع لي 3 دي مش من البوينت كلاودز دي. فدي بقى ايه نقدر ناخدها بقى ايه as a proxy يعني ونتعامل بقى ماشي. تمام تمام. طيب هاجي هنا، طبعا هلاقي الشكل ده. الجماعة المات بينترز بيسألوا أو بيتساءلوا في هذا السياق. احنا دلوقتي اهو عندنا الشوت ده، فيلا اعمل مات بينتنج. فانت بتختار بقى ايه الفريم. انسب حاجة هنا مثلا انك تختار فريم 150 على سبيل المثال يعني. ليه؟ لان مثلا انت مطلوب منك تعمل كليننج للجزء ده. حلو. فانا لما جيت اعمل حاجه زي كده مثلا كليننج، شايف فرق ما بين هنا وهنا. فالكليننج ده يفضل انا اختار له فريم 150، لا هو يبقى باصص بجنب قوي كده، ولا هو باصص بالجنب ده، يبقى في النص مثلا. تمام. فعلى حسب الحاجه اللي انت عايز تعملها بتبتدي تختار الفريم الانسب للحاله دي. تمام. بكل بساطه يعني 150 من 140 ل 150 هيكون كويس. تمام. فكل الحكايه ان انا بقى اخترت الفريم ده. تمام. رسمت عليه، جبته اهو. ماشي. رسمنا عليه عادي فوتوشوب، وزي ما ذكرنا ارجع تاني لسلسله المات بينتنج، لسلسله المات بينتنج الانترودكشن تو مات بينتنج، عشان تفهم الورك فلو ده او اللي بيتم يعني، او احنا بنتكلم على ايه. تمام. فهنا هو الفريم بتاعي، او يعني هو كان كده بقى كده. تمام. فده المات بينتنج اهو تم الحمد لله كويس قوي. باجي اعمل البروجيكشن سيت اب اللي احنا عارفينه عادي، وطبعا بننزل الفريم هولد بتاعنا بالشكل ده كويس. وتعالوا بقى انتوا ايه كلكم كده هنا، وهنا بقول له 150 كويس. البروجيكشن جيو بتاعنا هنا اهو. هنزل سكان لاين ريندر تاني الصراحة. تمام. البروجيكشن سيت اب طبعا كل الكلام ده كله متكلمين عنه وزيادة في في الماستر سي جي انفايرمنت. وبكل بساطة هيجي انزل ميرج بالشكل ده كده. تمام. اهو حلو. نيجي نعمل بلاي بالشكل ده كده. الدنيا تمام ثابتة في مكانها، بروجكتد على الجبل بشكل منطقي جدا، مش باين ان انت عامل اي حاجة مات بينتنج او سي جي بشكل عام يعني. وهو ده المطلوب. طيب طبعا السلندر اهي برضو ماشي.
فنيجي بقى للخطوه اللي بعد كده، عملنا المات بينتنج بروجيكشن وكذا كذا كذا، وخدنا التراكنج داتا. فانت بتاخد التراكنج داتا وايه، بتدي الكومبوستر اللايرز بتاعتك تبتدي يعمل بروجيكشن، او هي بتجيلك لو انت اللي هتعمل بروجيكشن، وتبتدي انك تعمل اللي احنا عملناه ده بكل بساطه. الموضوع بيمشي كده لو هو مش 3D بالكامل يعني. ايه تاني؟ اكسبورت بقى. تمام، خلينا اكسبورت، خلينا يلا نتناول برضو الحته دي سريعا. انا عايز اعمل اكسبورت للتراكنج داتا يعني بتاعتي مثلا. تمام. فاللي بيحصل ان هي بتجيلك كده كده برضو ايه، بتجيلك كده كده از مايا فايل يعني. فخلينا نشوف ازاي نعمل اكسبورت. هقول له هجيب حاجه اسمها رايت جيو نود، تمام، علشان تعمل اكسبورت يعني. بس هتعمل اكسبورت لايه؟ هتعمل اكسبورت للسين كله. لو عايز تعمل اكسبورت للكاميرا بس، فانت ممكن بكل بساطه تيجي هنا عند الكاميرا تراكر وتقول له اديني الكاميرا بس، فيدي لك كاميرا بس، حتى ما تبقاش لينكد بالشكل ده لو هي مضايقاك في حاجه يعني. ما علينا. المهم، فانا هاجي هنا عند الرايت جيو هنا، وايه اكسبورت مكان ما انا عايزه. تمام. فمثلا هتكسبورت هنا، وهتكسبورت از اف بي اكس او اي بي سي. انا عملتها اف بي اكس. تمام. تختار الفايل تايب بتاعك من هنا. وبعد ما تدخله الباث اللي انت عايز تسيف فيه، انا اوريدي عامله ده قبل كده، وهفتح مايا فايل على طول عشان نختصر الوقت. تمام. اف بي اكس هسيب كل حاجه زي ما هي، او لو هو اي بي سي فهتختار هتسيب برضو الدنيا دي زي ما هي. هتخلي الفورمات على اتش دي اف. اعتقد ان الفورمات دي ممكن تكون بتعمل مشاكل مع سينما او بلندر، بس هي تمام مع مايا. بس هتيجي هنا وتعمل اكسكيوز وشكرا على كده. وطبعا خلي بالك، هو هيطلع لك الجيومتريز بالكاميراز بالاكسس بالبوينت كلاودز، هيطلع لك كل حاجه. تمام. يفضل انك تعمل لها هايد، علشان لو طلعت معاك يعني هتقل لك الدنيا جدا جدا. فاعمل لها هايد، خد البروكسي ماشي وشكرا يعني، كفايه كده. فباجي هنا مايا، وبعد ما عملت اكسبورت هاجي اخد التراكنج داتا اف بي اكس وافتحها. وبس كده. فانت المفروض بيجيلك ايه الدنيا دي كلها. همسك طبعا، هتلاقي السكيل بتاعها مش مظبوط بالشكل ده، فانت هنعمل نصغر الدنيا دي. تمام. فبس انت بتعملها امبورت هنا كده المايه، واهي الكاميرا هي والبروكسي جيومتري بتاعي موجود، بحيث ان انت تقدر بقى انك ايه تعمل بقى شغل ال 3 دي اللي انت عايزه او كده، او حتى تبني الجيومتري يعني. مثلا وليكن انت عايز تبروجكت حاجة تانية غير يعني، عايز تستخدم مش تانية غير دي، فعندك بروكسي مش اهو، على اساسها تبتدي اعمل جيومتري تاني، او اعمل موديلنج للبروجكشن جيومتري اللي انت عايز تستخدمه في بروسيس البروجكشن. وبس. فانت بتيجي هنا بتستلم المايوسين عندك عادي جدا. برضو من ضمن الحاجات اللي بتتعمل عشان يعني تحسن اكتر من الموضوع وتقدر تتخيل اكتر، إنك بتعمل create لإيميج بلين هنا، وتدخل له السيكونس مثلا. تمام. وتقول له use image sequence يعني. فبس يعني، فانت في العادي انت بقى كل اللي احنا عملناه ده انت اصلا بتستلمه، فالحاجة بتجيلك بالشكل ده. وتبتدي شغلك. تمام. تبتدي بقى ايه مثلا لو مطلوب ان انت تعمل هتحط مثلا الكاسل بتاعتك هنا، فانت خلاص عرفت انها هتتحط في المكان ده. تعمل الموديلنج بتاعك والتكتشر وكل القصص دي، وتحسن من البليسمنت بتاعته. مثلا عايز توديه هنا، عايز توديه هنا، عندك تخيل اكتر للمشهد وهو تراك دي يعني. حلو. وبس كده. مثلا عايز المطلوب مثلا ان احنا نعمل مات بينتنج 2 دي مات بينتنج وهنبروجكته، بدل ما نعمل الكاسل 3 دي لسبب ما مثلا، فانت بتعمل البروكسي موديل بتاعك هنا بيزد على التراكنج داتا دي، وبس بيتم استخدامها في البروجكشن حرفيا. بس يعني فبدل ما انت كنت قبل كده بتاخد الحاجات دي اوريدي عندك 3 دي اصلا، انت عندك ستيل متكريت 3 دي وبتبتدي تستخدم الجيومتريز دي في البروجكشن، لا احنا هنا ماشيين العكس. انت عندك الفوتج وبتستخرج او بتجيلك يعني الداتا بتاعت الكاميرا تراكنج والبروكسيز والحاجات دي بتجيلك، بحيث ان انت تبتدي شغل على اساسها. فبس هو ده بس الاختلاف يعني اللي انت محتاج تعرفه مش اكتر.
ونخفي دي. بس فتلاقي مثلا سيناريوهات زي والله احنا عايزين الجبل ده مثلا اللي عندنا هنا في الفوتج ده، عايزين ايه، نحذف مثلا الجزء اللي تحت ده ونخليه مستوي، يبقى زي فيه بلاتو كده مثلا. ففي الحالة دي طبعا بقى ايه الحاجات دي كلها، الجزء ده بيحصل له كليننج، وانت هنا في ال 3 دي بتبتدي ان انت ايه تعمل لو ده هي يعني هيبقى موديل هيبقى ريبليسد باكستنشن 3 دي موديل هنا، بحيث ينتهي ارتفاعه عند الجزء ده بس مثلا تبتدي انك تكريته 3 دي وترندر وكذا، وده يروح للكومب ويبتدي ان هو يعمل الكومبوزيتنج بتاعه يعني. الموضوع بالبساطة دي بقى عندك تخيل اكتر للسين بتاعك. انا هنا مثلا استخدمت ده 3 دي موديل، بس انا مش فاتحه المايا سين نفسه اللي انا عملت منه، يعني اللي انا استخدمت فيه الموديل ده يعني. تمام. فبكل بساطة تقدر بقى تتوظف تحط أي حاجة تانية بقى أنت عايزها فوق يعني، هتأدي نفس الغرض يعني. شوف عايز تحط ايه فوق وحطه، وورونا الإبداعات. وطبعا يعني كلاسيك شوت جدا، من أكتر الشوتات المستخدمة في أي حاجة فانتزي أو تاريخية، أو فكرة الكاسل اون ماونتن والحاجات دي كلها. فتقدر انت تتدرب على التراكنج فوتجز بسيطة زي كده، وتبتدي انك تدمج الكلام ده كله في اي موديل. طبعا انا زي ما وضحت، انا مش الهدف من الفيديو ان انا اشرح لك ازاي تطلع لوك شكله حلو، لا، انا استخدمت ده مثال بسيط سريع. مش احسن كاسل في الحياة، مش احسن مبنى نوظفه في الشوت، بس يعني ايه، اي حاجة بس تأدي الغرض او توضح الفكرة. طبعا الجماعة المات بينترز يعني الجامدين، طبعا انتوا بقى تقدروا يعني اتدربوا على الحاجات دي. كل الحاجات بقى اللي احنا اوريدي واخدينها بالتفصيل، انت اوريدي معاك كل السكيلز اللي تخليك تطلع شوت رياليستيك جدا جدا، سواء كان 2 دي او 3 دي. في فوتجز كتيرة جدا ممكن يعني تاخدها من موقع من فري ويب سايت زي بيكسلز مثلا. تمام، تقدر تجيب اي فوتج حلو وتتدرب عليها، مثلا فوتج زي دي. تمام، فوتج زي دي برضو فري فوتج من بيكسلز، وناس كتير قوي استخدمت الفوتج دي عشان تعمل شغل اكستنشن ويتدربوا على فكرة المات بينتنج اكستنشن. دي برضو فري فوتج من موقع بيكسلز، او ممكن تستخدم نفس الفوتج اللي انا استخدمتها هنا دي. كويس. اي حاجة يعني. تمام، وبس كده. تمام، كل حاجة مظبوطة، بروجيكشن سليم، كل حاجة تمام. فده يعني من ضمن الشطات الكليشيه قوي والمستخدمه كتير جدا جدا في، زي ما قلنا، في الديلي برودكشن تاسكس، يعني في الفي اف اكس برودكشن. وده اكتر حاجه يعني من ضمن الحاجات الشائعه. فانت داخل معاك 3 اقسام في الحاجه دي، فانت بتعمل تراكنج. ويا سلام لو هتحط مثلا ورا شويه مباني، مش عايز تديليت الحاجات اللي وراه، لا، بس انت عايز تحط وراه حاجه بي جي او ميدل لاير ورا الجبل مثلا. في الحاله دي بقى روتو بقى والكلام ده. فانت الشطات اللي بتكون من النوع ده بيكون فيها داخل اكتر من حاجه يعني. بس الموضوع كله عليك انت كانفايرمنت، ان انت معتمد ان انت تاخد التراكنج داتا دي وتبتدي شغلك. بس هي دي القصه، ايه الميسنج يعني. لو حد يعني متلخبط في نقطه زي كده، هو ده بس الموضوع بيتم ان شاء الله بالشكل ده يعني. ولو انت طبعا عايز تتعلم اكتر ازاي تعمل رياليستيك مات بينتينجز، عايز بقى ما تحملش هم ان انت يبقى عندك مشكله في انك تعمل بلندنج لل 2 دي مع 3 دي مثلا. تمام، لان احنا في حاجات برضو بنعملها 2 دي مع 3 دي، يعني مثلا نبتدي ان احنا بعد ما خدنا ال 3 دي كاسل دي ورندرناها، نكتشف ان احنا ايه ده، في تفصيل التكتشر لو اتظبطت او اتعملت ايه هتبقى احسن بكتير. او ان الكلاينت او المخرج يشوف ان لا، كان الافضل ان احنا نضيف شويه حاجات تفاصيل معينه في التكتشر في المبنى ده كذا. فمش شرط ان انت ترجع تاني ترندر ده من الاول، لا، عادي بتمشيها بقى. انت رندرت 3 دي، نبتدي ان احنا نعمل ده 2 دي مات بينتنج ونيب بروجكت اوفر الريندر ده. تمام، وكده كده الجيومتريز عندنا، مفيش اي مشكله. فيعني لو انت عايز تتعلم اكتر، ما تحملش هم من الاخر، ما يبقاش عندك مشكله في ان انت تعمل حاجه شكلها رياليستيك جدا محدش يقدر يفرقها عن الحقيقه، او انك تعمل حاجه يعني واقعيه سواء كانت 2 دي او 3 دي. فتقدر تشترك في كورس الماستر 3 جي انفايرمنت او ال 2 دي مات بينتنج، ممكن تاخد الاثنين مع بعض في اوفر خصم لو انت هتاخد الاثنين مع بعض. ففي جميع الحالات تقدر تتواصل من خلال اللينك في الديسكريبشن، وفي خصم حاليا الفتره دي.
فسواء في خصم او مفيش، فحقيقي الكورس ده هيكون من يعني هتشكر نفسك باذن الله لما تاخده، عشان فعلا فعلا هيجيب لك من الاخر في المواضيع دي، وتقدر تطلع نتائج زي اللي انت شايفها دي، نتائج الطلبه. وبس كده، بالتوفيق، واشوفكم ان شاء الله في فيديوز تانية، والسلام عليكم.